هنتكلم النهارده عن شخص كان كل هدفه في الملاكمة ان هو يكسر مناخير خصمه. كانوا بيسموه الراجل الحديدي، واصغر واحد اخد لقب بطل العالم في الوزن التقيل في الملاكمة وهو عنده 20 سنة بس. اترفع عليه قضية بسبب التحرش والاغتصاب واتسجن 3 سنين، وبعد ما دخل السجن اعلن اسلامه. الشخص ده بطل العالم مايك تايسون، وبعد الاسلام غير اسمه لمالك تايسون. وقبل ما نكمل الفيديو بتاعنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، وكملوا الفيديو للاخر عشان نعرف الازمات اللي مر بيها كلها مايك تايسون. ويلا نشوف ايه الحكاية. اتولد مايك تايسون سنة 1966 بمدينة نيويورك في أمريكا. من وهو صغير عاش طفولة قاسية جدا، وده كان بسبب إن أبوهم سابهم وهو صغير واخد لقب عيلة امه. لقب عيلة امه طبعا هو تايسون، ومن صغره هو متربي في نادي رياضي وبيحب الرياضة، ولأن جسمه كان شديد شوية وعضلات ده خلاه مميز بين أصحابه. واحترف مايك الملاكمة من سنه صغير، وزي ما قلنا ان جسمه كان قوي وبيلفت الانتباه، فلفت نظر مدرب ملاكم مشهور اسمه كاز دماتو، فضم مايك تايسون ليه وخلاه ملاكم قوي وشرس جدا، وكان متوقع له مستقبل كبير جدا في الملاكمة. وده فعلا اللي حصل لما احترف مايك تايسون واخد بطولة العالم وهو صغير عنده 20 سنة، وكمان في الوزن التقيل. وفي الثمانينات لقبوه بأخطر ملاكم، لأن وقت ما كان بيكون في الحلبة كان بيبقى شرس وقوي جدا، وكل اللي بينزل قدامه كان بيبقى خايف منه، وبالأخص بالضربة القاضية المعروف بيها. ولعب تقريبا 58 مباراة وخسر 6 بس منهم، و44 مباراة كسبهم بالضربة القاضية. مش بقولكم شرس. وفي مجلة أمريكية قالت سنة 2003 إن مايك تايسون يعتبر رقم 16 من ضمن أعظم 8 ملاكمين في العالم كله، ومش في العالم على الفترة بتاعته بس، لأ ده في التاريخ كله. بس بعد ما مات مدربه كاز ماتو بدأ تقريبا في الانهيار، فبقى بيتخانق في الشوارع ويشرب مخدرات، وبقى ممكن يخسر من ملاكم درجة تانية. والكلام ده كان سنة 1990. وبعدها بسنة بقى فعلا حصلت المفاجأة اللي غيرت حياته، وما كانش متوقع انها تحصل في حياته ابدا، وهي ان اتهموه باغتصاب بنت عندها 18 سنة، وبعدها اتسجن 3 سنين. وطبعا كان متدمر وحاسس انه في كابوس ومش فاهم ايه اللي بيحصل له ده بالظبط. ويقال ان القضيه دي متلفقه له عشان ينتقم منه. وعلى فكره كان محكوم عليه بالسجن 6 سنين، بس هو قضى نص المده بس اللي هي 3 سنين. ودايما هو كان قاعد في السجن كان بيفكر في حوار ان هو يدخل الاسلام ويأسلم، وبعد تفكير وقت طويل قرر ان الاسلام هو اللي هيطلعه من المشاكل اللي هو فيها دي. وبعد ما مايك تايسون دخل الاسلام غير اسمه خلاه عمر عبد العزيز، بس بعدها خلى اسمه مالك تايسون على اساس الاسم قريب من مايك. بس من الرغم من ان خلى اسمه مالك تايسون، الا وان الاعلام دايما بيقول عليه مايك تايسون، لانه متعودوا على الاسم ده الاسطوره مايك تايسون. وفي صحيفه امريكيه قالت ان وقت غياب مايك تايسون البطولات ما كانش لها اي طعم وكانت ملل، ومايك تايسون كان عارف كويس جدا ان هو ليه شعبيه كبيره، وان الناس بتحبه، وان الكل مستني رجوعه للحلبة. وكان بالنسبة ليهم برضو ان مايك تايسون مش راجل عادي، ده راجل خارق. اول ظهور ليه على الحلبة بعد خروجه من السجن، المشجعين رفعوا اعلام بيضة وكبروا تكبيرات الاسلام. وقرر بعدها تايسون انه يروح السعودية، ولما وقف على قبر النبي عليه الصلاة والسلام بقى يعيط جامد ويقول مش قادر اقاوم دموعي. وبعدها الكل بقى ملاحظ ان مايك تايسون بقى حنين ومتواضع ومحترم، وقال ان هو عاوز يبقى مسلم ملتزم ومخلص. وبيقول ان السجن قضى على غروره وكبريائه، وان عطاله فرصة ان هو يتعرف على الدين الاسلامي، وان الاسلام علمه الصبر، وانه يحمد ربنا حتى لو كانت في الكوارث. وعلى فكرة اسرته كلها اسلمت. واول ما خرج من السجن اول حاجة عملها راح لمسجد، وكان معاه محمد علي كلاي ولاعب كرة السلة كريم عبد الجبار، وكانوا في استقباله، وده عشان يصلوا صلاة شكر لله بسبب نعمة الإسلام. اعتزل مايك تايسون الملاكمة بعد ما اتهزم كذا هزيمة ورا بعض، بعد ما كان خلاص هيبقى زي الأسطورة محمد علي كلاي. وبرضه لأن في سنة 2005 كان في مشكلة تانية في ظهره ومشكلة في ركبته. وبكده يعتبر عرفنا كل حاجة عن مايك تايسون الراجل الحديدي وكل المأساة اللي عدى بيها في حياته. ما تنسوش تكتبوا في الكومنتات عاوزين نتكلم عن مين الفيديوهات الجاية، وما تبخلوش عليا باللايك والكومنت. وكان معكم حسن الخولي.